لا مش مزوج، بس معي ابن اخي اربيه يتيم. ما تزوجتش الان؟ لا. ايش كذب علي يقول لك انا مزوج؟ مش مزوج. ايش كذب علي يقول لك انا مزوج؟ مش مزوج. فكرت انك تتزوج؟ الا فكرت ان انا الزواج، بس قدامك الحاله كيف، يعني قدامك كيف وضع البلاد وكيف الغلاء وكيف. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من جديد في فقرة مشوار الخير. اليوم بطل حلقتنا غير. اليوم في حاج هنا إلى الآن ما داري اسمه، أشوفه أكثر من مرة قال هنا مهتم بنظافة هذه الحديقة أو المنتزه للعوائل، فشفته من وجهه يبان أنه إنسان عفيف ومكافح، فعشان كذا قررنا أن نختار اليوم يكون هو بطل هذه الحلقة. تعالوا معنا بنتعرف عليه. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف انت يا حاج؟ تعال بنجلس هنا انا وانت بندردش. ايوه بس اسئله شو تسالنا؟ ماشي اسئله، ماشي اسئله. قس بنهدر انا وانت. قلت لي يا عم كيف حالك؟ الحمد لله حبيبي، الله يرضاك. اسمك؟ رامي احمد. يا عم رامي كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الدنيا معك؟ والله الحمد لله. انا شايفك هنا من اول، كل يوم اجي واشوفك هنا. هنا اشتغلنا، شغلي هنا. ايش تشتغل؟ مزارع. تهتم بالتشجير وبالنظافه والتكامل؟ كله تسقيه وتشجير والنظافه وامل. موظف تبع الدوله؟ لا، بلاقي اليوم من هنا. كيف بلاقي اليوم؟ يعني بالحافز يسمونه. غريب، اول مره اعرف بالحافز، اعرف فيه راتب انا. لا راتب مش على البريد، راتب نسلمه من المحاسب. كم يعطيكم؟ بالشهر 60، يعني بالاسبوع 15. 60,000؟ ايوه. ومن متى لامتى تجلس هنا؟ صباح ظهر ليل حسب الوقت. يعني باليوم تجلس هذه الاوقات كامل ولا معك 8 ساعات؟ لا جلس هنا من الساعة 8 لما الساعة 11 دوامي بالليل. بعد من الصباح اجي اسقي تسقية. و60,000؟ 60,000. تبع الدولة تبع المحافظة؟ تبع المحافظ صندوق. معك اولاد؟ لا مش مزوج، بس معي ابن اخي اربيه يتيم. مش مزوج؟ زوجت؟ لا الحالة شغل قدامك كيف الحالة وكيف الحالة شغل قدامك كيف الحالة وكيف يعني عارف انت؟ معله. كم عمرك؟ بيجي كذا 50 49. ما تزوجتش الان؟ لا. ايش كذب علي يقول لك انا مزوج؟ مش مزوج. ايش كذب علي يقول لك انا مزوج؟ مش مزوج. فكرت انك تتزوج؟ الا فكرت ان انا الزواج، بس قدامك الحاله كيف، يعني قدامك كيف وضع البلاد وكيف الغلاء وكيف. 60,000 ايش بتجي؟ قلت لي ابن اخوك انت تربيه؟ ايوه. وين اخوك؟ اخ بالبيت. انت تربيه ابنه؟ ايوه. انا الحين من 5 بس هو توفى ابوه. ابوه توفى؟ ايوه توفى. انت تربيه يا ابنه؟ ايوه ابنه. كم منهم عياله؟ واحد. انت اللي تربيه؟ ايوه. وين بيتكم؟ بالمعلة؟ بالمعلة شارع الرئيسي. ملك ولا ايه؟ لا اسمه ملك. بالعماير؟ بالعماير الرئيسي. قاعة الحنان. كم عمر ابن اخوك؟ بيجي 7 سنين كده. توفى؟ توفى بيجي لحد الان 3 سنين. انت تربيه؟ عايش تو وين؟ عايش انا واختي داخل البيت. ايوه. على هذه 60,000 بس؟ 60,000 هذه. فيكم؟ الحمد لله. ايش اعمل؟ اكيد الحمد لله، بس تكفيكم؟ الحمد لله من قربع من اللي يجي من باب الله، وذا في بعض الناس يقولها هنا يعطوا لي، يعني الحمد لله. طيب ليش ما فكرت تشتغل حاجه ثانيه؟ فين الاشغال؟ فين الاشغال؟ يعني تسوي لك كذا كشك ولا بسطه؟ هذا شغلي ده. هذا اللي رزقنا فيه برحم الراحمين. كم لك سنوات هنا؟ دحين بغلق ال5. 5 سنوات على 60,000؟ او 60. طيب لو ربي فتح عليك وقال لك شغل يعني براتب محترم وقدرت يعني تفتح بيت فيه، بتزوج؟ ان شاء الله. في نية للزواج؟ في نية للزواج. ليه ما في نية؟ اذا ربي يسهل عليا بتزوج. انا اشتي اتزوج طبعا. بس اللي الفلوس مؤخرات. طبعا قدامك كيف الحالة، كيف الوضع، كيف الغلاء وكيف. طيب الان حتى لو وقت الفلوس حق الزواج، ال 60,000 بتكفيك انت وهي واختك وابن اخوك؟
والله بارحم الراحمين، هذا هو اللي قدر وهو اللي يرزق اللي جاء. طيب لو قلنا حق الزواج كم يشيلك تقريبا؟ والله ما نجدر كم قدامك المهور كيف حق البنات حق الزواج. يعني يشيلك اقل شيء 3-4 مليون. هذا اقل شيء. اقل شيء. بنت الحلال موجوده؟ ان شاء الله بذوق، من بحث لحد الان ما بحث. ما بحث. ما انك ما نويتش دامك ما بحث. لا ما بحث، الان كل ما تجيب الزوجة تقدم على 60,000 ها، خل لك بيت وعارف اسمه عفش يعني. تزوجت في البيت نفسه اللي انت ساكن فيه وما تقدرش يعني؟ الا اقدر اتزوج داخل البيت انا. طيب. بس ما فكرت بالزواج يعني ب 60,000 ايش بتعمل؟ 60. طبعا اعزائي المشاهدين، بسبب الحروب اللي تمر فيها البلاد هذا وضع الحال. راتب 60,000 والعم عمره 50 سنة، أمنيته الزواج بس ما قدرش، ربي ما كتب لهش، بس إن شاء الله إن ربي بيكتب لك بإذن الله إنها بتسهل ان شاء الله. في رب. في رب نعم. الآن عيد قاعد، عيد يشيله مصاريف، يشيله كسوة لابن أخوك ولك ولأختك، كم يشيلك تقريبا؟ حاجه قدامك كيف الثياب تلاقي ب 15، تلاقي حق قال تلاقي ب 15، تلاقي ب 13، تلاقي يعني كيف بتقسم انت يعني اقل حاجه بدله بدلتين ها للعيد. ايش شيء نشرح لك على الوضع يعني. طيب كم المبلغ اللي يكفيك الآن للعيد بس؟ والله ما اقدرش احدد لك انا. لو قلنا 80,000 كسوة تلقاها لأختك. الله يجيب له، شوف اللي يجيب له رحم الراحمين. لا 80,000 كسوة تلقاها لأختك بتكفي ولا لا؟ ان شاء الله تكفي. إن شاء الله. ان شاء الله تكفي. إن شاء الله. طيب ربك سهل له. الواحد لما يقنع بالقليل ربك سهل له. يا عم هذه 80,000 ريال كسوة الجاهل وكسوة اختك. الله يحفظك يا اخي. والله ما ايش نوع. هذا حق الله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. طيب قلت لي راتبك 60. متى اخر مرة استلمت الراتب؟ قبل اسبوع. باقي معك منه؟ باقي الحمد لله، باقي والله ما انا داري كم. يعني شلها معك الفلوس؟ معي البياس، تصير مصاريف. هذا يعني واحد فعل خير قبل الان. جزاه الله خير. جزاه الله خير الحمد لله. باقي من 60 باقي حق 3,000 كذا 2000. يعطوكم الراتب ابو 200؟ ابو 200 ابو 1000 يعني اللي يصرف في البنك. طيب يا عم الان قلنا ان شاء الله عرضت الحلقه وفي ناس يدعموك، لو سووا لك مشروع بسيط، مشروع بسيط بدأت تعيش منه، بتسيب هذا الشغل؟ لا. ليش؟ مع انه هذا شغلي يا اخي، انا حبيت الموقع هذا، يعني حبيت الزراعه، حبيت شغلي، حبيت يعني دوامي صباح ليل عصر، يعني كان انا عايش بالموقع هذا. طيب لو المحافظه امرت انه يعني يسووا لك هنا كذا كشك صغير، بقاله صغيره، هذا المكان كله ما فيهوش بقالات، بقاله صغيره تبيع فيها مي وبيبسي وحاجات. لا تشتغل فيها؟ لا. ليش؟ انا بكذب عليك ليش؟ مع انه حبيت العمل هذا، انا بالعمل هذا انا نيتي ان انا الاقي رقم وظيفي بس. فقط. بس ما شي حاجه ثانيه. اذا الرقم الوظيفي كم بيكون راتبك؟ بيطلع 85. كمان 85 ما تكفيك. ايش نعمل؟ هذا راتب الصندوق. في ناس لحد الان بلا عمل، بلا يعني جالسين عاطلين بلا عمل، يعني 18 19 20 سنه زي هذول الشباب الان. كلهم ما يشتغلوش، يعني ايش مستقبلهم؟ لو لقى اي وظيفه بيشتغل. طيب الان نرجع لمشكلتك. الان انت تقول لي حابب هذا الشغل، طيب لو سوينا لك مشروع بسيط تقول لي ما بتشتغلش فيه؟ ايوه، مع انه ما قدرش اقسم وقتي. لا يعني قدك هنا في هذا المكان تزارع وتشتغل، لو المحافظه سووا لك هنا كشك. بشتغل بس يعني بشتغل بالكشك واشتغل بالزراعه. ايوه الصباح تجي تسقي وفي الليل تكنسي فلوس يعني طول الوقت. ما وقتي ما يسمح لي، ما اكذب عليك. يعني اهم شيء عندك الزواج الان. ايوه اهم شيء الزواج مشان نضمن مستقبلي يا اخي، يعني لحد الان 50 سنه
ما تشوف عيالك. ما تدري إن أعيش ولا أموت ولا ما حد ضامن نفسه. يعني أمنيتك إنك تتزوج بس. فقط لا غير. بس هو أمنيتي. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله إنه بعد عرض هذه الحلقة أنا باخذ رقمك وأكون على تواصل معك، وإن شاء الله إنها تسهل حق الزواج ونفرح بك بالعيد. إن شاء الله إن شاء الله. بالعيد إن شاء الله. إن شاء الله. يعني لو قدت الفلوس البنت موجودة على طول بتلاقيها. إن شاء الله. ربك هو اللي يحدد النصيب، مش أنا. أنا بعمل اللي بوسعي. أنت تعمل بالأسباب. طيب الآن العيد أنت الآن معك كسوة أبناء أخوك وأختك. أنت يشتري لك مصاريف عيد، يشتري لك كسوة. يجيبوا لي حق فترة العيد، حق ال4 أيام يجيبوا لي حق فترة العيد. يجيبوا لك 4000 3000 باليوم. لا أنا ما اقصد لك فترة العيد، أنت كمصاريف العيد يشتري لك كسوة عيد، يشتري لك معواز، يشتري لك شميز، يشتري لك صندل، يشتري لك عاطر، يشتري لك بالعيد. والله شوفها البدله حقي هذه حق الشغل، البس من الصباح لما دوامي. ليش؟ مع انه ما اقدرش اعيد. ما تقدرش تشتري بدله. ما اقدرش اعيد. وإذا حبيت الزي هذا الاخضر البسه بدوامي. اكيد تلبسه بدوامك وانت حبيته، بس العيد فرحه. نعم. واحنا نشتيك تفرح. نعم. ونشتيك تشتري بدله عيد. ونشتي تكون في فلوس بجيبك وقت العيد، فعشان كذا احنا بنجيب لك كمان 120,000 غلاق ال 200. هذه تروح تشتري فيها كسوة لك. يا اخي جزاكم الله خير. هذا حق الله قال. جزاكم الله خير. الحمد لله. انت بطل مكافح وقدوه للشباب، لكل الشباب قدوه، بس تسلم شيل الحياه. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية يا اخي. الله يحفظك. مشيك تبكي، لا تبكي ولا حاجه. يا اخي قسم باب الله هذه جزاكم الله خير. هذا حق الله قال عندك، انت بطل مكافح وهذا اقل شيء نقدم لك اياته. الله يحفظكم. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، عم رامي كان بطل حلقتنا هذا اليوم. هو شخص مكافح زي ما شفتوا، 50 سنة وأمنيته الوحيدة الزواج. ان شاء الله. إن شاء الله أن بعد عرض هذه الحلقة فاعلين الخير ورجال الخير والتجار ما بيقصروش معك. بإذن الله أنا باخذ رقمك وأكون على تواصل معك. موقعه هنا في الحديقة، تعالوا له في أي وقت. عم رامي يستاهل أنكم تدعموه، وإن شاء الله أنا بكون على تواصل معك. ان شاء الله. وإن شاء الله ما برتاح ولا بيهدالي بال إلا لما نزوقك. الله يحفظكم. بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ونفرح بك ونزفك وأنا أسوق بك السيارة. الله يحفظك يا اخي. إن شاء الله. ونميت الزواج بإذن الله. ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، مع عم رامي وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا في نفس الموعد على قناتكم اليوم. مع السلامة. قل لهم مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظكم.